نعود للزميل جمال جبلي في ملعب الفيلو دي ستيفانو. جمال، مساء الخير مرة أخرى. هذا التعادل كما قال هيثم يجعل المباراة القادمة نارية، وفرصة أخيرة لريال مدريد إذا في حال أراد الفوز بالدوري هو أن يفوز في المباراة. التعادل، حتى التعادل لا ينفع زيدان في المباراة القادمة. نعم بالفعل، لو فاز اليوم ريال مدريد لكان يلعب في المباراة المقبلة على صدارة الليغا، علما بأن لأتلتيكو مباراة متأخرة، لكن يعني لو فاز اليوم وفاز الأسبوع المقبل لكان سينفرد بالصدارة ولو مؤقتا. لكن التعادل اليوم هو تعادل بطعم الخسارة، لأن كان بإمكان ريال مدريد ألا يكون في هذه الحالة. لكن دعني أقول فقط، ليس دفاعا عن زين الدين زيدان، لكن المباريات الثلاثة أو الأخيرة بالنسبة لريال مدريد لعبها بعدد كبير من الغائبين وهم من إطارات الفريق، وبالتالي اعتمد زيدان على تشكيلة قوامها 11 أو 12 لاعبا، بما طبعا 13 بالحارس البديل، وبالتالي يبدو بأن هناك نوع من التعب بدأ يصيب كثير من اللاعبين، خصوصا منهم ثلاثي وسط الميدان باستثناء كاسيميرو الذي ظهر مرة أخرى بأن لديه من الإمكانيات ما يكفيه. لكن شاهدنا اليوم مثلا بأن مودريتش لم يكن كما كان في المباريات السابقة، وبالتالي استبداله كان ضروريا. لكن كيف سيستبدله بلاعب توقف أكثر من شهر؟ زيدان لا شك فكر في ذلك، وكان بإمكانه أن يقحم على الأقل 3 من اللاعبين الذين عادوا من الإصابة للتخفيف عن الذين لعبوا كثيرا. لكن هناك حسابات كثيرة، وأعتقد بأنه هو ودافيد بيتوني أدرى بها، والخيارات التي قاموا بها لم تعطي ثمنها. لكن دعني فقط أقول شيء لاحظته هنا من المدرجات حينما نشاهد الملعب كله، وليس بصورة الكاميرا فقط، كنت أشاهد كل فريق ريال سوسيداد وهو في الدفاع، وكأنني أتذكر حينما تلعب الفرق الكبيرة ضد فرق صغيرة كيف أنها تدافع. ريال سوسيداد أصبح مدافعا منذ أن سجل هدفه، وهذا طبعا صعب كثيرا من مهمة ريال مدريد. هذه هي كرة القدم. شكرا لك جمال، شكرا جزيلا لك. في انتظار كذلك الديربي القادم يوم الأحد القادم بين طرفي العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد وريال مدريد.